صباح النور عليكم، كي دايرات؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما العاده. صباح الحداقه وصباح النشاط. الصراحه فقت الصباح وما جاني العكس باش نصور، قلت صافي ما غنصورش، عجنت درت الفطور شويه وانتم تضربوا ليا في الراس. قلت لا غادي نمشي نكمل التصوير وصافي. المهم غادي دوزوا معايا هذا النهار كما العاده كما هو فولاري ما حلف ما يتقاد. المهم بالنسبه للاخوات اللي اول مره تيشاهدوا القناه، الى عجبتكم القناه ما تردوش انكم تضغطوا على المربع الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس ان شاء الله باش تنضموا للاسره ديالنا. ويلا عاوتاني دوزوا معايا هذا النهار، يلا خليكم معايا. اليوم بالنسبه للغدا غديوها من داك الشرفيه، غديوها معتبره اللوبيا والحوت مشوي. صافي هادشي اللي كاين. غادي نوجد مطيشه ونوجد داكشي باش ندير اللوبيا. سمعوا الماكينه اليوم عندي الصابون غادي نصبن شحال من مره. وهذا شنو بغيت نقول، بالنسبه للاخوات اللي كانوا قالوا لي نحيد الشبيكات الفيزان، قولوا لي وجهوا هكا زوينين. بحق ما غنحيدهمش دابا حيت باقي خصني نغسلهم. الصراحه مازال ما غسلتهمش دابا شي سيمانه ما غسلتهمش. غادي نغسل الشبيكات ونغسل عاد نحيدهم. المهم غير وريت لكم كيفاش جاو هكا بلا شبيكات، واش هكا حسن نخليهم. قالوا لي شويه بدلي يعني حيدي لهم الشبيكات باش يتبدل شويه الديكور. فالصراحه عجبوني هكا، ولكن ماشي اليوم، حتى نسالي باش نغسل الشبيكات ونعاود نغسل داك الربيع، نغسل هادشي كامل وعاد نحطهم. كذلك بعض الاخوات كانوا قالوا لي على حساب هادو ديال العطريه. الصراحه والله لا تنستافد منكم بزاف والله. وانا ماشي من داك النوع زعما اللي تعطيه النصيحه وما تيعجبوش الحال، بالعكس تيعجبني الحال وتنستافد شحال من حاجه. كانوا قالوا لي علي هذه شي شويه، هذه ديال العطريه يعني هكا نحفر ليها هنايا شويه ونعليها نعلقها. عجبتني الفكره وان شاء الله غادي نديرها. المهم غادي نرد بعدا هذا الشيء حتى الحين بقات تعجبوني هكا. غادي نبدل النيت شويه نتصنت لكم. المهم غادي نرجعهم دابا كيما هما. قلت لكم ملي غادي نغسلهم بصراحه هما نقيين، غير انا خصني مره هكا نغسلهم باش يبقاو عندي نقيين في الكوزينه، باش ما حيت الا بقاو كيتوسخوا هكا مره على مره صافي واخا تنقي ما تيبقاوش نقيين كيما ديما. فمني غادي نغسلهم ان شاء الله غالبا غنغسلهم اليوم في الليل هكا في العشيه ملي نسالي الماء ديال العشاء وداك الشيء يصبحوا ناشفين ونحطهم على هذا الشكل هذا. فحتى تقولوا لي حتى نتوما بزاف قالوا لي بدل، ولكن المهم ها نتوما كيفاش جاو. وندوز دابا باش نصايب اللوبيا ديالي. واللي ضربني على الجمر ما عرفتش. اختكم البارح الفاخر طلعت شعل ديال الطاجين، واليوم الفاخر عاوتاني على حساب الحوت مشوي. المهم اللي اكيد اللي درتها هذا النهار ها نتوما معايا. بسم الله. غادي نبدا باللوبيا هي الاولى. اللوبيا انا عندي تنفزقها وتنديرها في بلاستيكات ونديرها في الفريغو هكا باش حتى شي نهار وما كانتش مفزقه تلقاها صافي. غادي نديرها هي والحوت كما قلت لكم. هنا عندي واحد الخصيص ديال الثوم. غادي ندير واحد البصيله حيت ما عنديش اللوبيا بزاف، دايره غير شي شويه عندي غير اللي ناكلو صافي. عندي واحد البصله، انا ما تنديرهاش بالبصله ولكن ماما تديرها بالبصله، اليوم غنديرها بالبصله. غادي ندير واحد الفصيص ديال الثوم. غادي نسد عليها كلشي يعني ندير فيها التشميله ونسد عليها. كاين اللي حتى تيسلقها عاد تيشرملها، يعني غنزرب عليها دغيا صافي. تجيب البصله زوينه. انا واحد المره شفت ماما تدير البصله، قلت لها ديري البصله في اللوبيا. عمرني درتها، تدير غير الثومه. ملي كليتها الصراحه عجبتني بزاف. صافي غادي ندير المطيشه نحكها حتى هي وندوز باش ندير العطريه. صافي هنا درت كلشي. غادي ندير شويه ديال الخرقوم. تصبحي كل صباح شنو غندير تبقاي حايره. ندير شويه ديال الخرقوم. فاليوم قلت ندير لهم شويه ديال اللوبيا البرد هذا، ندير معاه شويه الحوت مشوي. والله يخلف الله يجعل البركه. كنت غندير التحميره، شويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون ومليحه بطبيعه الحال. كما تنقولوا كل نهار ورزقه. بزاف سولوني على القاعده ديال العطريه واش ما تيصديوش. هذوك اللي عندي الكبار ما تيصديوش، ولكن هادو يلاه خديتهم باقا ما عرفتش. المهم لحد الساعه راهم باقيين مزيانين. ايوا من هنا عاوتاني النهار اخر الله اعلم. الاخرين ديال الكبار اللي عندي لا ما صدوا، ما جرى لهم حتى شي حاجه. ولكن كما قلت لكم تنغسلهم مزيان ديما وتنشفهم، تخليوش فيهم الماء حيت الماء هو اللي تيصدي.
صافي غادي ندير الزويته ونرد هادشي يتقلى شويه، ماشي بزاف، غير هكا ندبلو ماشي نشحرو، نيت غير شويه. المهم كلتي يسد على كلشي، غير انا في هذيك البليه خاصني ضروري نشحر شي حاجه وصافي. غير شويه نديرو فوق البوطه، غير ندبلها شويه ونسد عليه طيب وندوز باش نصايب الحوت. الحوت مصايب، خاصنا غير نعاودو بالغسيل وصافي. بغيت ندير الصراحه واحد السودانيه، ولكن خافت ديك المره درتها في الفول بحال اللي عطات فيه شويه الحراره، ولكن ما نديرهاش، كاينه الهريسه صافي. صافي سديت على اللوبيا، نسيت ما درتش مطيشه الحك، راني درتها يعني الصلصه ديال الطماطم. هنا عندي الحوت يعني ماشي السردين الحوت خاصكم راه والو في الاسماء ديالها، كنعرف غير ناكل وصافي. المهم هذا راه صايبو ليا تما، ماشي انا اللي مشيت جبته، المهم صايبو تما. غير مني انا الصراحه ما تيعجبنيش نصايب الحوت عند مالي الحوت، حيت تنظن والله اعلم، تنقول ديك البلاصه زعما راه ما تتنقاش مزيان. فمنين بحال هكا تبغيو تقطعوه ولا يدير لكم، من الاحسن هكا تقولوا لي يدير شي بلاستيكه فوق ديك البلاصه ويصاوب لكم عليها. داكشي علاش خصكم راه موسوسه دائما تصايبوا في الدار الصراحه، واخا يعني هكا الا صايبوا لك راه تيحيد لك العكز، ولكن كتشوفي داك السطل اللي تيكون يغسل فيه تيكون يعني انا عرفت تيكون تيغسل فيه شحال من مره وهو نفس الماء، وعادي بحال ديك الخشبه اللي تتكون محطوطه. فانا ملي تنبغيو نقطعو هكا ولا شي حاجه تنقولوا ليه باش يديروا شي بلاستيكه يفرشها. هانتوما قطعوا ليا من الظهر ديالو وهكا داروا. الا جبتوه للدار ديك القشره اللي تتبقى طير، من الاحسن خشيوه في شي بلاستيكه، خشي بحال هكا. بغيت نوري لكم انا ملي تنجيبو للدار، حيت هذا تيكون ديك القشره ملي تتبداي تغسلي تتبقى القشره طير في الدار كامله. واحد النهار وصلت لي حتى لوجهي. ديروا بلاستيكه بحال هذه اللي تيكون فيها صافي، وخشيو الحوته هكا على هذا الشكل هذا. ملي تبداو تقشروا هكا يعني تبقاو ديروا بحال هكا، وديك القشره تتبقى في البلاستيكه ما تطيرش لكم في الكوزينه كامله وعلى حوايجكم. وهذا غادي نعاودو بالغسيل كما قلت لكم، غادي نشويه على الجمر. فبحال هكا يعني تيديروا ليه تيحلوه من الظهر. الا بغيتو تصاوبوا نتوما في داركم يعني ليكم الاختيار، غير انا صاوبته تما باش نقص عليا تماره. صافي غادي نغسلوه مزيان، نقيه، نديرو فواحد الشبيكه يقطر مزيان، حيت غادي نشوي باش ما يرخيش داك الماء ديالو يكون ناشف، ونرجع باش نشرملو ان شاء الله. نقول الحوت تتفكر واحد صاحبتي مصريه تقول لي حرام عليكي الحوت زعما عندهم هو داك الحوت الكبير. تنقول لها حنا لا، الحوت عندنا الله يجعلو ما يكون غير نشوف راه الحوت المهم درتو يقطر. بالنسبه للشرموله انا ما غاديش ندير التوابل الصراحه، ما تيعجبنيش الحوت هكا نغطي عليه هذا بخصوص ديال الجمر، يعني اللي تيتشوى على الفحم اللغه العربيه اللي تيتشوى على الفاخر تيبغي يبقى ديك البنه ديالو، يعني ما نزيدش نتلف ليه المذاق ديالو بالعطريه. فغندير غير مليحه والكمون صافي. هذا ما كان عندي بعدا. سمحوا لي على الكوكوط، راه تبرزات سديت على اللوبيا، ولكن عارفين اللوبيا ضروري خصها من الكوكوط. درت هنايا غير القزبر، ما عرفتش غنقول لكم، القزبر خطير مع الحوت، ما ديروش المعدنوس، القزبر بالضبط تيجي زوين. درت هنايا واحد جوج فصيصات ديال الثوم صافي، وغادي ندير العصير ديال الحامض اولا الخل ديال الحامض، الاحسن يكون العصير ديال الحامض. وغادي ندير شويه واحد جوج معالق ديال الزويته بلديه اولا زيت الزيتون. الا خصنا هذا نخلط، الا خصنا الحامض ونزيد. غادي ندير هنايا الكمون، وغندير المليحه، ونرقدو في هذا الشرموله قبل ما نشويه. يعني نرقدو على الاقل واحد نص ساعه الا عندك الوقت، ديري حتى 2 سوايع قد نشرب ديك التشرميله مزيان. وهاد التشرميله نيت غنبقى ندهن به ملي نكون نشوي، غندهن بها. انا كثرت الملح، يعني الحوت في الفاخر كيعجبني يكون مملح يجي هكا بنين. المهم البنات انا تنشارك معكم يعني داكشي اللي تندير كل نهار، ما تنبقاش زعما نخطط. ولا بالنسبه الى يعني هكا بحال شي وصفات الكوتي وداكشي ايه، اولا الغدا بعد مرات، اما بعد مرات فاش نكون باغيه نصور شي حاجه فتنقول داكشي اللي كاين نقضي به وصافي. راكم عارفين كما قلت لكم دائما كل نهار تنبقاو حاصلين وتنحيو، تحاولوا هكا نوعوا شويه في الوصفات وصافي. ونتمنى الاقتراحات اللي تيكونوا في الروتينات يكونوا تيعجبوكم، الا ما عجبوكمش كذلك خليوها ليا في التعاليق نبدلوا، علاش لا.
كما تشوفوا اغلب الوصفات يعني تنحاول ما هذا يعني الطياب ديالي اليومي وداكشي تنحاول يكون داكشي صحي. ايوا صافي هذا ما كان. هذه هي التشرميله ديالي. واقيلا باقي نزيد شويه الحامض. خصكم راه عرفتي شي حاجه سميتها الحامض وشي حاجه سميتها الثومه والحار ما نقول لكمش. صافي غادي نجيب الحوته ديالي صافي تنشرمل ندخل هاد التشرميله مزيان. كوكوط مبرزطه الوقت. صافي ما قطعناش ليه هادشي وهادشي حيت غادي يتشوى ماشي نلقليه. مزيدوش علينا الخدمه. صافي وغادي نحط نجيب الفوت عاوتاني تنشرملو كامل وندوز نغسل هاد المعينات فاش شقيت وديال الفطور الروينه باقا. تعجبنيش يعني كي نهز الماء ديال الفطور ما تعجبنيش نغسلهم. تنقول بلاتي حتى يعني لو وقفت نعرف راسي علاش وقفت. حتى ندير علاش حتى نعمر لافابو عاد ديك الساعه نقتنع باش نغسل. فتنخلي يعني حتى تنجمع الماينات ديال الغدا ديال اللي شقيت بهم الغداء عاد تنبدا نغسل. مابقاش كل شويه نقص في الماء وراكم عارفين اليدين راهم مغلاصين. انا غادي نستمر حتى نسالي هادشي ونرجع لكم. صافي هنا جيت باش نغسل الماعن كما تشوفوا. غادي ندوز الشبكه هي الاولى ندوزها يعني ندوزها حتى هي من الماء. هنا درت شويه ديال الصابون غنزيد شويه مازال حيت عندي الماعن كثار. وغندير شويه ديال الجافيل انا ضروري عندي مع غسيل الماعن الصراحه ما تنتساوتش انا وياه. وما تنديرش الليكات كيما هاد الاخوات تيقول لك ديري الليكات على الجافيل. ما صراحه ما تنعرفش نشقى بهم نهائيا والله. شوفوا بعدا شنو دايره دايره ليه تقبها هكا سخنت القطيف وتقبته باش ما نبقاش. شوفوا العكس واشنو يدير الاختراع باش ما نبقاش ندور الغلاقه غير تندير هكا ونخوي. العكس كيخلي الافكار ديالك تخدم. ايوا بسم الله نبداو المعينات ديالنا. صافي هنا ساليت مايناتي وشعلت الجمر وغادي ندوز باش نشوي. جمعت واحد الجميعه خفيفه وغادي ندوز باش نشوي. صافي ملي تنبغي نقلب تندهن بهاد الشرموله اللي درت نيت تتبقى عندي هنايا في الطبسيل وتنبقى ندير الشيته هكا وندهن في كل مره بغيت نقلب الحوت تندهن بها باش يجي طاي هكا وزوين. صافي هنا نخليه يتشوى شويه نمشي عليه بعدا هكا باش تيزيد لي يدير لي بالزربه. على العموم يعني الحوت ما تيبغيش يطيب بزاف حيت هكا بزاف تينشف. صافي غندير ليه واحد هكا واحد الدهينه خفيفه بديك الشرموله اللي قلت لكم درنا وغادي نقلب. صافي هذا هو الحوت ديالي من بعد ما تشوى. كما قلت لكم بقاو هكا ديروا الحوت ما تيبغيش يجي يابس يعني تيبغي شويه تبقى فيه الطراوه. صافي من داكشي في المجمر يا سلام. درت شويه ديال القزبره المعدنوس من الفوق والبصله خضاريه غير هكا رشيتهم من الفوق حنا تناكلوهم مع الحوت. درت شويه الحامض والطبيصيل ديال اللوبيا ها هو وشويه الهريسه وهنا البصله خضاريه مع شويه ديال القزبر تيجيو مع الحوت 5 وهذه هي الغديوه ديال اليوم كما قلت لكم. نتغداو ان شاء الله ونرجع معكم. صافي كما العاده مورا كل ماكله تيجي كابوس ديال الماعن. ما تحسيش بديك الماكله منين دازت صافي تجيك الخلعه ديال الماعن. المهم غادي نجمع الوينتي. هنا باقي ليا شي حامض هذا تنخليهم للروبيني الا بقى ليا شي حاجه هذا
ندوز ليهم داك الروبيني تيرجعو تيشعلو، غير دوزو عليهم حكو هكا ومن بعد خليوه واحد 5 ديال الدقائق عاد دوزو عليه بهذا بالمسحوق ديال الماء تيرجع زوين. صافي كيما قلت لكم غادي نغسل الماينات وغادي ندوز ندير الماسك ديال ماشي الماسك المهم ديال الهالات السوداء، حيت صافي اختكم شحال هادي من درتو انا رجع كي الشبح. وغادي نتشاركو معكم. بغيت ندوز واحد الصريبيه ديال ولدي، ما عرفتو دابا كاين البرد وكاين ماشي ديال الصابون، هو اصلا ماشي موسخه، غير راكم عارفين دوك الخملات وداك التخربيق تيبقى يحط يجلس فوق منها، يحط فوق منها هكا الحوايج وداك الشيء تيبقى ديك الخمله بعد مرات ملي تتعمر واخا تشطبيها واخا تتبقى فخصها شي فركانيت لا غير صبينا على الناشف وصافي ندوزها حتى هي. غالبا قلت ما غندير والو حيت هاد الغديوه ما نقول لكمش صافي 5 مريقله. كاين قلت لا والو. غادي نجبد بعدا دوك نسيتهم والله الا نسيتهم دوك الفطائر، دوك العجينه اللي شرط لي من الفطائر نسيت نجبدها من المرجمين، نجبدها باش يلا تجيني مع العشاء. ها هي كما قلنا ما نلوحو حتى شي حاجه، ها باقي غادي ندير منهم بيتزات في المقله للعشاء ان شاء الله. المهم غادي نشاركهم معكم وصافي هادشي اللي كاين. غادي نغسل البوطه نغسل المايونيز وندوز لداك البيت. دابا الشميشانيت زوينه نفتح هكا السرجمات وما نقول لكمش الريحه ديال البخور مع داك هاد اليومات ضربني على الجمر. الريحه ديال البخور فاش يكون شاعل لحت فيه شويه ديال الطباخيره الريحه من داكشي، ولكن ماشي بحال المبخره والله شي حاجه ديال التجمر والله العظيم. واخا ديري المبخره حتى تتعي ما تطلقلكش ديك الريحه ديال البخور بحال اللي تديريها مباشره في العافيه. ايوا صافي المهم غنغسل هاد المايونات ونرجع باش نصايب كما قلت لكم هذاك ديال الهالات السوداء ونرجع لكم. كما تتشوفوا غادي ندير البطاطا مع مطيشه مع الخيار وغير الماء ديالهم، وصفه طبيعيه وزوينه الصراحه. هي خاصها غير المداومه، خصكم ديروها ديما باش تعطيكم نتيجه. غير انا معكازه تنبقى ننسى ما تنديرش هادشي دائما، ولكن ملي يعني تنديرها دائما تتكون النتيجه زوينه بزاف. غادي تجربوها وغادي تعجبكم. كما باقي العجينه ديالي ها هي تذوب، الماكينه راه قريبه تسالي. اليوم درت 2 تصبينات تنصبن دوك لي زور الرقاق والمخاد وداك التخربيق، غادي نطلعهم نيت نشرهم من بعد ما نسالي ونتشمس شي شويه حيت صافي البرد كزيت. غادي صافي نحكهم في الحكاكه نديرهم في الحكاكه، درتهم بالقشره ديالهم، غادي نديرهم في الحكاكه رقيقه وغادي نديرهم نصفيهم يعني نعصر داك الماء ديالهم. انا عندي غرض غير بالماء ديالهم. شوف هنا غسلت البوطه والماعن وعرفتو يدي متلجين صافي. بالنسبه للاخوات يعني هكا اللي هكا تيكونوا مشغولات وما يقدروش يديروا هذا الشيء كل نهار، فتتاخذوا تديروا كميه ديال البطاطا مع كميه ديال المطيشه. الا بغيتوا تحتفظوا بها في المجمد ديروا كميه ديال البطاطا ومطيشه وتصفيو داك الماء ديالهم وديروا داك القطن دائري، نسيت ما حطيتوش حتى تيشرب مزيان داك الماء، وديروهم تستفوهم في واحد الصوينيه وديروهم في المجمد يجمدوا. من بعد تجمعوهم في واحد البلاستيكه وديروهم في الفريغو. فين ما تبغيو شي وحده جبدوها واحد دقيقه هكا تبدا تذوب شويه وديروها على الوجه ديالكم مده 20 دقيقه تحت العين صافي وغسلوا وجهكم. ممكن ديروها حتى 2 مرات في النهار زوينه بزاف. انا هنايا غادي نضيف لها العسل الدور ديالو تيحيد دوك التجاعيد اللي تيكونوا في جناب العين. صافي غادي نطحن هذا الشيء كامل، كلشي بالخضره وكلشي طبيعي، ما كاين حلاش نعكزوا الخضره هي معانا في الكوزينه. تنقول لكم هذا الشيء وانا راه اكبر المعكاسات. تنقول لكم زعما كلشي حدانا وما نعكزوش وما نعرف شنو. انا راه تنديرها 2 مرات في السيمانه الا ها الحدقه سالات سمعتوها تقول لي نوضي اختي تنشري. صافي كما تشوفوا دابا حكيتهم صافي تيبداو يطلقوا داك الماء ديالهم كما تشوفوا معايا. هاد الماء هذا غادي ندوزو في الصفايه، وهذا الماء غادي ندير فيه داك القطن، نزيد عليه بعدا العسل، غادي نديرو في الصفايه وندير عليه العسل صافي، وندير القطن ونديرو على عيني مده 20 دقيقه ونغسل. ممكن ديروه في الليل وفي النهار هكا في الصباح وفي الليل صافي. ندير شويه العسل
صافي هاد الماء نصفيه، نزيدو عليه شويه ديال العسل، نديروه حتى 2 مرات في النهار. غير تبعوا، انا قلت لكم النتيجه ديالها زوينه، ولكن خصها المداومه، ماشي ديروها ديروها دائما غادي يبان لكم نتيجه زوينه. صافي وغادي ندير القطن ونديرو على عيني 21 دقيقه نرتاح، عاد نطلع داك الصابون نشرب نتشمس شويه. صافي هنا طلعت شويه السطح، مشات دوك الحوايج، عرفتي اليوم ضل نصبن، مشات الحوايج درت شي مندرينات، غنجلس نتشمس شويه نهبط باش ندير ملي غيجيو غنعطيهم غير الحليب ونزيد لها شركري. المهم بحال قلتي عشا صافي وليت معكازه هاد الايام تعطي عليهم غير المهم شويه الطيطه وبيتزا والله شوف الله يجعل البركه كما العاده. وليت هنا الصراحه كاين البرد اليوم، كاين البرد هنا واخا الشميسه ما كاينش ديك الشميسه حاره، ولكن مره تجي. غادي نجلس شويه هنا ناكل هاد العينات وعاد نهبط. صافي هنا هبطت من السطح، الصراحه بقيت جالسه مع راسي، استحليت الجلسه تما وهبطت، ما درت لا زربيه لا حتى حاجه وخليها حتى الغدا. صافي غادي ندوز دابا نطيب هادو بعدا نص طيبه، ماشي نص طيبه، غادي نطيبهم هكا في المقله كما قلت لكم. هادو بالنسبه للاخوات اللي ما شافوش الفيديو، هادو راه فطائر درنا بهم ميني باغيت، وخليت العجينه من داكشي اللي شاطلي خليتها في المجمد، وغندير منهم بيتزات في المقله هكا، زعما الاقتصاد في المجهود وفي المصروف. يعني ما تضربيش تماره وديري عجينه اخرى لعشاء اخر، ممكن هذاك العجينه اللي غديري دير لك يعني جوج مرات كوتي ولا 2 مرات عشاء وتخرجي هانيه. غالبا انا الفطائر تنخلي منهم، غير كما قلت لكم هادو ما عمرني خليت منهم، كنت ندير العجينه كامله. داكشي علاش قلت لكم غندير معكم منهم بيتزا في العشاء. واخا الصراحه كنت تنقول غندير شي مادلين هكا للدراري، شحال هادي ما درتهمش الفطور، ولكن ما درت والو. غادي نطيب غير هادو ندوز باش نوجد، ندير فليفله وندير مطيشه ديال البيتزا، ندير بطاطا حتى هي تسلق، ماشي تسلق غير تغلى باش ندخلها للفران. صافي هادشي اللي كاين. العجينه باقا بارده واخا طرخات. كما شفتوا العجينه راه زوينه بزاف، راكم شفتوا الفيديو، اقتصاديه غير بالحليب، ما فيهاش الخدمه بزاف، بلا دليك بلا حتى شي حاجه، ممكن ديروا منها شحال من حاجه. صافي تنجيبها هنا نديرها في المقله، سخنتها شويه، وغادي نقص البوطه تماما ونرجع نقلبها. تخليوهاش غليظه باش ما تجيش المصطلح ديال دائما ما تجيش مبطبطه ديروها غير شويه لما تكون متوسطه. صافي وعرفتوا تقيسوا العجينه بيديكم رطبه غتجيكم واحد البيتزا خطيره، غير جربوها. خرجوا هكا منهم باغيت وخرجوا منهم بيتزات يجيوكم زوينين. انا قلت لكم مولفه تنخلي يعني العجينه ديال الفطائر تندير منهم بيتزات ديال المقله. صافي غير ما تغلطوهاش، ما تكونش هزه الدقيق بزاف، صافي غير شي شويه. وغادي نديرها باش ندير لها الحشوه. صافي انا ما تقبتهاش بالفرشيطه حيت تعجبني ديك البيتزا يجيو فيها بحال هاد البويقات هاد. صافي ها هي وجدات عندي، غادي نطلق العجينه الاخرى ونوجد الحشوه. ملي تنوجدها يعني هكا تنحطها في المقله ونقص عليها البوطه وندير داكشي كلشي من الفوق ونخليه حتى يذوب الفرماج وتتجي يا سلام. يلا غادي نطلق الاخرى. العجينه ديالها نتوما غتشوفوا العجينه ديالها رطبه بزاف 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 بزاف، غيبان لكم واش غتجيكم البيتزا زوينه ولا لا، وخفيفه وما تاخذش بزاف ديال الوقت. غير رققوها شويه ونقصوا البوطه، حطوها وقلبوها وهكا غير تاخذ واحد اللوين هكا ذهبي وحيدوها. اصلا هي خفيفه يعني العجينه ديالها خفيفه بحال ما تاكلش. الا جربتوا الفطائر غتعرفوني علاش نهضر. دابا غادي ندوز باش نطلق العجينه الاخرى.
صراحه ملي تكون عندك هكا العجينه ولا شي حاجه موجوده تتكون الخدمه ناقصه، ما تكونيش يعني عيانه ولا توجدي دابا بحال اللي عجناها وعاد وجدنا الحشوه ديال البيتزا غيكون الخدمه بزاف. دابا لا، حنا كما قلنا اللي خلى عشاه العشاء ربي اللي بغاه. الاقتصاد ديما حاضر في الوصفات اكيد، ومن حاجه وحده نخرجوا بزاف د الحوايج، علاش لا. اصلا الكميات يعطي كميه زوينه ديال الفطائر، راكم شفتوا تبارك الله، 2 طبيصلات وشاطو 2 بيتزات كبار، ممكن ديروا هكا 4 مويان، فراه كاين الخير والبركه، غير شويه ديال التدبير وصافي. حطيتها في المقله. المهم انا كان خاصني مقله كبر من هذه، ولكن هذه راه اكبر وحده، راه فيها النمره 30 كما قلت لكم، ممكن ديروهم صغار صافي. ملي تتقلبوها، ملي تجيو تقيسوا العجينه والله العظيم هاي جربوها وغادي تشوفوا العجينه رطبه 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 لواحد الدرجه ما تصوروهاش، غتجيكم احسن من ديال المطاعم. شوفوا العجينه غير كتقيسيها، غير نقصوا البوطه باش تجي طايبه وزوينه، ماشي تكون العافيه مجهده غير تحطوها وتزيد، لا البوطه تكون ناقصه باش دغيا طيب على خاطرها وتجي طايبه وخفيفه وما تيبسش، تيبسوهاش في البوطه. نقلب عاوتاني وغنرجع نقلب حتى تنطيبها بلا ما نحرقها بلا حتى شي حاجه، تكون طيبه ولكن تبقى محافظه على الطراوه ديالها. غادي نحطها مع اختها ونغطيهم، نفرقهم هكا ونغطيهم بشي زويف حتى نوجد يعني الحشوه ونوجد البطاطا ديالي عاد هكا باش يتكالو سخان. صافي ها هما البيتزات ديالي دابا واجدين، غادي نغطيهم ونخليهم وندوز باش نوجد الحشوه. قال لك الهديد زوينه البيتزا ياسير. صافي ندوز باش نوجدوا الحشوه. انا تنصايب في بطاطا غادي ندخلها للفران، سبق لي تشاركتها معكم شحال من مره. غادي ندير عليها الماء، تجيبها الغليه الاولى وغادي نحيدها، تنقطعها شويه غليظه. صافي بغيت غير نعاود لكم شنو طرا ليا اليوم على الماكينه. الصباح صبنت عادي يعني، خويت الغلاقه بحال اللي موالفه، عرفتوا راه تموتوا عليا بالضحك اليوم. الغلاقه ديال المسحوق يعني ما درتهاش الصباح حيت مازال ما قريتش التعاليق، درت التصبينه الاولى ما درتهاش، خويت نيشان خويتها في الحوايج ودرتها. من قريت التعاليق بزاف ديال الاخوات قالوا لي لا خشي الغلاقه كلها في الماكينه راه هكاك حسن ما تجيكش صعيبه، ومنين تحيد يعني تحيدي الغلاقه. خدتكم صافي ولقيت شحال من تعليق قلت ما يمكنش غيكذبوا عليا. صافي ومن درت التصبينه الثانيه ودرت الغلاقه. ايوا اش غنقول لكم، ملي جيت جبت الحوايج تنقلب على الغلاقه تقول هاد الغلاقه واش بغيت نلقاها. صرا الود ديال الضحك. واحد المتتبعه نيت معنا تنوجه لها تحيه الهام ام ضحى، كانت صيفطات لي ملي شافت الفيديو الصباح، صيفطات لي واحد الاوديو قالت لي لا ناديه ديريها خويا خشي الغلاقه كامله راه ما غادي طرا، انا هكاك تندير راه شي 3 سنين وانا تندير الغلاقه راه ما عجرى ليها والو. مني ما لقيتهاش وانا صيفط لها اوديو قلت لها اختي فينا اختي فينا هي هاد الغلاقه عتقيني ما لقيتهاش. والو قلبت قالت لي لا غير تكون مخشيه لك، بعد مرات قالت لي تكون مخشيه في شي رجل ديال شي سروال ولا، وانا ديجا يعني نفض الحوايج وكلشي. حلينا الماكينه البلاصه اللي تتقلب ديك هذيك ما دخلت فيها والو ما كايناش. عاوتاني قالت لي غير رجعي قلبي، طلعت عاوتاني تنقلب فين لقاها، لقيتها مخشيه في واحد الوساده واحد المخده جوا ديال المخده ديال الكوفرلي. عرفتو سالات معايا اليوم بالضحك، عرفتي تنضحك راه. ها هي لقيتها، قلت ويلي شنو درت انا، قلت انا واش دابت زعما واش دخلت في شي قنت، مستحيل غلاقه كبيره. صيفط لخديجه قالت لي خديجه انا ما شرحت لكش مزيان خشي الغلاقه كامله، قلت لها راه ما لقيتهاش، قالت لي ويلي فين بغات تمشي. قلبي مزيان اليوم درنا حاله على هاد الغلاقه والحمد لله هي لقيتها. وشكرا لكم بزاف والله زعما هكا حسن اني خشيتها. وهذا في الاول تيبقى خصك تشلي ليها من داك المسحوق تيبقى لاصق حيت هو شويه عاقد، فراه كيما تنقول لكم ديما تنستافد منكم لهلا يخطيكم. واخا دوزات عليا شويه قتلتني بالضحك ولكن ماشي مشكل، ها هي لقيتها. غادي ندير البطاطا نشعل عليها وندوز باش نصايب نكمل الشغالات ديالنا. هنا درت شويه ديال الزيت مع الفلفله والبصله قطعتهم رقيقين، غادي نشحرهم شويه. بالنسبه لاصوص ديال البيتزا سبق لي تشاركت معكم شحال من روتين ووريتكم حتى يعني لاصوص ديال الزربه اللي باش نكون عكزانه باش نحك مطيشه شنو تندير. فتندير شويه ديال الصلصه ديال الطماطم اولا مطيشه الحك مع شويه ديال الزيت الماء والزعتر والملحه والابزار. الا جاتكم شويه حامضه تكسروها بشويه ديال السنيده وصافي. الصراحه ما فيا ما يحك شي مطيشه. غادي ندير غير هذيك، غالبا فاش تنعكس تندير هذيك وصافي، ولكن هي الاخرى من الاحسن، ولكن اولا ديك لاصوص الجاهزه اللي تتباع حتى هي تقضي غرض، ولكن انا ما عنديش فغادي نديباني راسي وصافي.
هنايا درت شويه ديال الزعتر، درت التحميره، درت 2 معالق كبار ديال لا شابلور، درت الملحه، درت شويه الكمون، واحد الفصيص ديال الثوم اولا الثومه غبره اللي بغيتو، وغادي ندير شي 2 معالق هكا ديال الزيت صافي. وغادي نشرملها وندخلها للفران. دهنوا اللاطه اولا غير تفرشوا ورق الطبخ صافي. تنشعل عليها الفران يكون سخون، يعني يسخن مزيان، ومن بعد غادي نشعلها غير من التحت مده ديال 10 ديال الدقائق، مده ديال 10 ديال الدقائق صافي. وغادي نهبطها او نشعل عليها من الفوق ونخليها كنبقى نحرك فيها حتى تحمر كامله. كما قلت لكم انا دائما تنهرب من الحاجه المقليه صافي. راكم عارفين الوليدات مع البطاطا داكشي اللي جبت لكم انا في التقدير. البطاطا تنستهلكها بزاف غالبا، اما مقيلات اما هكا في الفران، اما مع نشحرها هكا ونحطها مع الماكله، يعني حتى تنسلقها اولا نشحرها هكا مع شويه الزيت ونحطها صافي. غادي ندخلها دابا للفران ونرجع باش نصايب لاصوص وصافي. تقريبا كلشي واجد عندي. بالنسبه للاصوص كما قلت لكم درت هنا شويه الزعتر، زبيته بلديه، مطيشه الحك اولا الصلصه ديال الطماطم، الملحه والابزار وشويه ديال الماء صافي. وغادي نطبخ هاد لاصوص حتى تولي عندي عاقده عمليه وسريعه. وشويه ديال السنيده الا دقتو جاتكم فيها شويه الحموضه، شويه ديال السنيده. غادي نشعل على لاصوص نخليها تعقد عندي. نرجع لكم الا بغيتو نسيت واحد الفصيص ديال الثوم غادي نزيدو. الا بغيتو ديروها حاره اكيد غديروا فيها شويه ديال الهريسه اولا شويه ديال السودانيه اللي بغيتو صافي. هذا ما كان نزيد فيها الثومه ونخليها حتى تعقد ونرجع معاكم صافي. دابا كما تشوفوا تقريبا كلشي واجد عندي، كلشي حطيته هنايا صافي. غادي ندوز، ما تاخذش بزاف ديال الوقت حيت راه ديجا طيبناها. غادي نقص البوطون ونخليها غير يذوب الفرماج صافي. غادي ندوز باش نقادها صافي. غادي نجيب المقله ديالي وغادي نحط فيها البيتزا ديالي، ماشي ديالي البيتزا ديالي المقله ديالي هي مالهم ديال الجيران صافي. غادي ندير هاد لاصوص والله العظيم واخا الصراحه الاخرى احسن، ماشي هي ما تيجيش الفرق، تتجي زوينه، غير الاخرى زعما تكون صحيه اكثر. تيقولوا الصلصه ديال الطماطم كاين اللي ما تيفضلهاش وما تيبغيهاش، ولكن ملي تدعي الضروره فهذه عمليه اكثر صافي. دابا دهناها غادي ندوز باش ندير الفرماج هادشي اللي عندي. وانا كما قلت لكم ولادي عندهم مع الفرامج، فغادي نزيد نعاون شويه بالفرماج ديال الساندويتش باش يكفاني باش تجي عامره بالفرماج. غير ديال الدراري بعدا غادي نعمرها صافي. ها الفرماج حطيته. غادي ندير شويه ديال الفلفله اللي شحرت مع البصيله، ممكن ديروها دوائر الا بغيتو، تشحروهم هكاك دوائر صافي. غادي نجيب هذا الفرماج هذا قبل ما ندير الطون نجيبو نحطو هنا. غالبا تنكون يعني مقديه الفرماج ديال الشهر، ولكن هذا الشهر ما مشيتش للمرجان نهائيا، خفت غير نمشي وندير الكوارث نخرج على الميزانيه. المهم غادي ندير دابا الطون وغندير فيها الفرماج الاخر عاوتاني. ندير شويه ديال الزبيبنات وشويه الزعتر في كل وحده بنفس الطريقه في على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. غادي نزيد ندير شويه ديال الفرماج الاخر، غير هذا الفرماج حمر ديال الايضا، ممكن ديروا الموتزاريلا او اي نوع بغيتو. شتي ديروا المشاغب لا الزبل صافي. وغادي ندير شويه ديال الزعتر هكا من الفوق. الزعتر راه زوين وصحي، خصوصي الا كلتو شي حاجه هكا بحال الفرماج ولا حبيبات ديال الزويتنات صافي. هذا ما كان. وغنشعل عليها البوطه نقص عليها تماما حتى يذوب عندي الفرماج ونحيدها. عشيوه داكشي لذيذه. وكما شفنا اقتصاديه، يعني العجينه وجدنا منها جوج العشاوات. نتمنى الاقتراح يعجبكم. البيتزا ديالي من بعد ما طابت كما تشوفوا تتجي 5 تتجي زوينه بزاف، غير جربوها وحتى العجينه راه رائعه. هنا ما تخليوهاش تحرق، يعني تتنقصوا البوطه. ما عرفتش واش غيبان لكم والو ما بانش، غير محمره وصافي. بغيت نوري لكم، شفتوا تخليوهاش تحرق صافي. بالنسبه للاخوات اللي كانوا تيقولوا لي الفرماج ما تيذوبش ليهم داك الاخر ما تيديرش، ديروا هذه الفكره ديال تخلطوهم بجوج
هانتوما نقرب لكم، شفتوا تيجي دايب من داكشي. صافي غادي نحط هذه ونصايب معكم واحد وندير ماشي نصايب معكم صافي راه صايب. غندير وحده اخرى تتجي روعه، غير جربوها نتوما. بغيت غير نوري لكم قبل ما نكمل. نجبد البطاطا من الفران، تجي واحد لاباط زوينه خفيفه، فيها واحد القرمشه خفيفه ورطبه ماشي قاصحه وزوينه وتذوب في الفم من داكشي. هاد العجينه راه تصلح للبيتزا، تصلح للفطائر، تصلح لهذا الميني باغيت اللي عجبكم ديروه بها ديروه بها، تجي رائعه واقتصاديه. بالنسبه للاخوات اللي ما شافوش علاش تنهضر، يعني سبق لينا في الروتين اللي سبق حطيت واحد العجينه درنا بها ميني باغيت ولي شاط درنا به فطائر، درنا به بيتزات ما تدوش عليا، درنا به بيتزات والنتيجه كانت زوينه بزاف. يعني جوج في واحد من عجينه وحده تحضري منها بيتزا للضياف هكا للكوتي لوليداتك اللي بغيتي. اخواتي كان هذا هو الروتين ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم كما وعدتكم، واخا ما كنتش غنصور ولكن سبق لي وعدتكم بان العجينه اللي شاطت بزاف ديال الاخوات تشط لهم العجينه ما تعرفوش شنو يديروا بها، فكاين اللي تيرميها، كاين اللي تيقول صافي الا احتفظت بها في المجمد غادي تخسر. الا كما شفتوا ها هي استغليناها واخا بيتناها في المجمد يعني مورا الغدا جبدناها ودرنا منها عشيوه ساهله واقتصاديه ولذيذه بطبيعه الحال. البطيطه ديالي ها هي من بعد ما حمرتها صافي، والبيتزا تجي على هذا الشكل هذا، تجي زوينه بزاف، تجي لذيذه ومن داكشي رفيع، غير جربوها تجي مقرمشه وزوينه. نتوما كما تشوفوا اكيد ندوق لكم عاد نقول لكم شي حاجه اللي خطيره وحسن من ديال المطاعم، والله غير جربوها على حسابي. وبغيت نقول لكم شكرا بزاف على التعاليق ديالكم. مره تندخل يعني تنكون حاطه فيديو فتنكون نصور روتين وتنكون نلقى في التعاليق ديالكم، فاللي غادي نقول لكم هو الله يجازيكم بخير، شكرا بزاف اللي خطاكم عليا. اي روتين تنحطو تنقول يا ربي تكون فيه شي استفاده، فتلقى يعني تلقى تعاليق زوينه وتلقى بانكم يعني تستافدوا ولو شي حاجه قليله. الحمد لله والشكر لله. ما تنساوناش من دعواتكم، ما تنساوش انني احبكم في الله. تلقاو ان شاء الله فيديوهات مقبله، في امان الله والى اللقاء.